لو جيت وقلت لك ان في موبايل بيقرب من المليون نقطه على انتوتو، بيقدر يشغل لي ببجي على 90 فريم في الثانيه، وكمان تجربه استخدام يومي رهيبه، وكمان في شاشه 144 هرتز ايموليد بحجم كبير، وكمان واخده كيرف من على الجناب ومدمج فيها بصمه صاروخ. وفوق ده كله الموبايل الرفيع ده فيه بطاريه 5500 ملي امبير مع شحن سريع 45 واط. هتقولي الموبايل ده سعره اكيد غالي. هقول لك طيب لما تعرف كمان الموبايل ده فيه سيت اب سماعات ستيريو من JBL، وكمان كاميرات من سوني، هل تقدر تتخيل المواصفات دي بكام؟ الصراحه ولا 20 ولا 15 ولا حتى 13000. الموبايل ده ب 12000 جنيه بس. والجهاز ده هو الانفينكس نوت 50 اس، اعلى موبايل قيمه مقابل سعر في فئته السعريه. جهاز بيقدم خلطه مواصفات مظبوطه بالملي، وفوق ده كله عندك تصميم جلد في منتهى الشياكه وخامات ممتازه، وكمان تقفيل مفيش عليه اي كلام. وحتى الشاشه بتاعت الجهاز لما تيجي تبص لها هتلاقي الحواف بتاعتها تقريبا شبه معدومه، كانك فعلا ماسك جهاز فلاج شيب. وخد التقيله كمان، العلبه بتاعت الموبايل ده هتلاقي فيها كل حاجه انت ممكن تحتاجها، شاحن ووصله وسماعه وحتى سكرينه، وكمان جاي معاه جراب جلد في منتهى الشياكه. يعني من الاخر الموبايل ده صفقه مش هتتكرر. اكتب كلمه انفينكس في التعليقات علشان ابعت لك المواصفات الكامله للموبايل، وما تنساش اللايك والفولو. تمام؟ سلام.